انا عملت الكبسة باكتر من طريقة، بس دي الطريقة الوحيدة اللي ظبطت معايا وطلع طعمها بالظبط زي الكبسة السعودي اللي كلتها في السعودية. الطريقة اللي هعملها النهاردة دي سهلة وبسيطة، فيها كام تركة كده سهلين، لو خدنا بالنا منهم هتطلع الطعم فوق الوصف. خليكوا بس معايا لآخر الفيديو علشان نعرف مع بعض أسرار الكبسة ونعملها بكل سهولة وببساطة بطريقة سهلة جدا. هيبقى معايا حلة على النار، هنزل فيها بمعلقة كبيرة زيت ومعلقة كبيرة سمن، وهستنى الحلة تسخن. وبعدين هيبقى عندي شوية دهن كده، لو ما عنديش بطلعهم من اللحمة اللي انا هستخدمها، لو عندي دهن بقطعهم قطع صغيرة كده وبنزلهم في الحلة، وبعدين بقلب. واول ما اتأكد ان الحلة سخنت معايا جدا هبدأ بقى انزل اللحمة، هديها صدمة كده واخليها تاخد معايا لون. واول بقى ما اللحمه توصل معايا للدرجه دي هنزل بقى ببهارات صحيحه زي ورق لوري وقرفه وحبهان ولومي وقرنفل، وهديهم تقليبه كده يتحمصوا مع اللحمه علشان ريحتهم تطلع كده ويفرقوا معايا في طعم الكبسه. وهنزل بقى بالبهارات فلفل اسود وبهارات لحمه وسبع بهارات، وكمان معلقه كبيره من بهارات الكبسه، هنزل بيهم على اللحمه وهديهم تقليبه مع بعض. وهبقى مقطع بصلايه قطع صغيره كده، هنزلها بقى على اللحمه وهقلبهم مع بعض. اول ما البصل بقى يبتدي يدبل معايا كده هنزل بقى جزرايه مبشوره واقلبهم مع بعض، وكمان طماطمايه متقطعه قطع صغيره خالص كده زي ما انتم شايفين، وهنزلها وهديها تقليبه كويسه معاهم. وهبدا بقى اغطي الكلام ده زي ما هو بدون اضافه ميه لمده 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. وده شكلهم بعد 10 دقايق بالظبط، الخضار واللحمة والتوابل كلهم انسجموا مع بعض وبقوا بالشكل ده. هبدأ بقى انزل مية مغلية هغطي بيها اللحمة، وهسيبها بقى تستوي على نار متوسطة. وبعد ما اتأكدت ان اللحمة استوت بالشكل ده هبدأ بقى اديها شوية ملح. وفي تركية ظريفة جدا، هديها قشرة ليمونة كده، بتفرق جدا في مزازة الرز وطعمته. وبعدين هنزل بقى بالرز مغسول مش منقوع، يا دوبك غسلته وصفيته على طول، هنزل بيه وهديله تقليبه كويس وهتأكد ان المية مغطياه بحجم تقريبا فوق السنتي. وهبال بقى ما الرز يستوي تعالى نعمل احلى سلطة دقوس. هحط فلفل رومي وتوم وفلفل شطة ونص طماطمايه وشوية كزبرة، شوية زيت زيتون، عصرة ليمونة كاملة، شوية خل، وهملح بقى الكلام ده كله بشوية ملح، واروح بقى اضربه في الخلاط. بصوا شكله يا جماعة بعد ما طلع. ما تحاولش تاكل الكبسة من غير الدقوس. وبصوا بقى يا جماعة الكبسة لما خلصت ريحتها مش عايز اقولكوا كانت عاملة ازاي، وكمان اللحمة دايبة جدا. وبكده عملنا احلى كبسة ممكن تعملها في البيت بكل سهولة حتى لو ما بتعرفش تطبخ. ولو عجبتك الطريقة ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي في الكومنتات رأيك، وقول لي ايه الاكلة اللي تحب نعملها المرة الجاية. وما تنساش تعمل فولو علشان كل يوم في وصفة سهلة وبسيطة بالطريقة دي وكمان اقوى من دي، وبالهنا والشفا.